السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عندكم كانتالوبايه؟ هاتوها وتعالوا. هنعمل حاجه حلوه جدا هترطب على قلبكم في الجو النار اللي احنا فيه. فكره جميله جدا، ممكن تعمليها باي نوع فاكهه عندك. انا كان عندي كانتالوبايه يتيمه قلت استخدمها. هقطعها، غسلتها طبعا وقطعتها وشلت القلب اللي جواها، وبقشرها وبقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهوله. تقدري تستخدمي مانجا، تقدري تستخدمي فراولة، اي فاكهة متاحة عندك. هحطها في الفريزر لغاية ما تتجمد معايا. بعد كده هجيب الكبة بتاعتي، والكنتالوب خلاص اتجمد اهو في الفريزر، قعد حوالي ساعتين كده ولا حاجة. هنزله كله في قلب الكبة بتاعتي. عندك بقى فراولة متلجة متجمدة في الفريزر، مانجا مجمدة في الفريزر، جوافة مجمدة في الفريزر، اي حاجة عندك في الفريزر مجمدة يلا هاتيها. ممكن كمان الموز بيبقى تحفة. هنحط عليها نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، نص كوباية من الكريم شانتيه الخام. ممكن بقى تحطي سكر زي ما انا حطيت كده، نص كوباية من السكر البودرة، او ممكن تحطي عسل النحل ومعلقة عسل جلوكوز، بتفرق جدا. هفضي كده السكر والكريم شانتيه على الكنتالوب، وهجيب علبة من الزبادي، علبة صغيرة كده من الزبادي، او معلقتين كبار اهو. هنزل اللي في الكوباية كمان اللي في العلبة كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهبدأ افرم الكلام ده كله كويس جدا جدا جدا. ما ضفتش اي سوائل، هو الكنتالوب اللي مجمد وعليه نص كوباية كريم شانتيه ونص كوباية سكر بودرة وعلبة زبادي صغيرة، وهفرم كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. اتفرم كويس اهو. هبدأ بقى كده احط من اللون الاخضر، لو هتعملي مانجا هتستخدمي اللون البرتقاني، لو هتعملي فراولة هتستخدمي اللون الاحمر، او تسيبيه من غير لون عادي خالص. هدني ازود نقطة بنقطة لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه، وهضرب تاني. بعد ما اوصل للون اللي انا عايزاه، يلا بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا قبل ما اكمل اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، واللي اول مره يشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس باللون الرمادي عشان يوصلك كل جديد وحصري. هجيب علبة من بتوع التلاجة وهنزل فيها بالخليط بتاعي. طبعا عرفتوا هنعمل ايه؟ هنعمل ايس كريم، ايس كريم طبيعي وبثلاث مكونات موجودة عندك في البيت. هظبط بقى العلبة كده وهقفلها كويس بالغطا بتاعها، وهدخلها الفريزر لليلة كاملة، اقل حاجة تقعد معاكي 6 ساعات. انا عملتها قبلها بليلة. هغطيها وادخلها، وتاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين هطلعها، اسيبها بس 3 4 دقايق كده برا الفريزر. هجيب كوباية فيها مية سخنة واي معلقة عندك، انا عندي معلقة ايس كريم دي، عندكيش اي معلقة اكل من الكبيرة، وهنبدأ نحطها في المية السخنة كده ونسحب الكور كده اهو. بجد خطيرة 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 خطيرة، تحفة يا جماعة، تحفة وطعمها جميل جدا. اي فاكهة بقى بتحبيها او موجودة عندك وولادك مش راضيين ياكلوها، طلعيها اعمليها لهم ايس كريم، هيبسوكي عليها وعلى جمالها، بجد تحفة. وحاجة كده بقى، وانسي الحاجات الجاهزة اللي بره والاسعار اللي بقت نار يا جماعة بجد. البولة اللي احنا عاملينها دي مش اقل من 50 جنيه بره، البولة ب25 جنيه فيها وحدتين من المعلقتين الايس كريم. انما احنا هنعمل بقى ونشبع ولادنا في الجو النار ده، حاجة نظيفة ومضمونة. شايفين؟ جميلة جدا جدا جدا. عندك بقى مكسرات، عندك سبرينكلز زي كده، عندك صوصات، اي صوص اي حاجة عندك زوقي بيها وقدمي احلى ايس كريم. يلا بينا كده نشوف ايس كريم الكنتالوب ده، بجد تحفة 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 تحفة. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ما تربطيش نفسك بالكنتالوب، زي ما قلتلك اي نوع فاكهة. وهعمل لكم دلوقتي كمان فكرة خطيرة خطيرة خطيرة. الجو حر يا جماعة، رطبوا على قلبكم وقلب أولادكم. يلا بينا. عندك علبة جيلي، باكل جيلي اي نوع، فراولة، كنتالوب، اناناس، مانجا، مشمش، ليمون، النوع الموجود او النوع اللي تحبيه. هجيب الكيس الجيلي وافضيه في بولة كده،
وهنزل عليه بكوباية من المية السخنة، طبعا لازم تكون مية سخنة جدا. وهبدأ اقلب الجيلي كويس لغاية ما يدوب معايا خالص، واتأكد ان كل الجيلي عندي داب كويس. هركنه بقى على جنب واسيبه يبرد تماما بره التلاجة، ما تدخلوش التلاجة. هجيب بولة بقى وهنزل فيها بنص كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها نص كوباية من السكر البودرة. شايفين مكونات سهلة وبسيطة جدا. وعليها نص كوباية من الحليب المتلج او اللبن المتلج، مش هتفرق، بس اللبن طبعا هيديها غناوة كده حلوة. وهضرب الكريمة بتاعتي والسكر مع الحليب كويس جدا 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 بالمضرب الكهربائي بتاعي. على فكرة نسيت اقول لكم، الايس كريم بالفاكهة اللي احنا عملناه من شوية ممكن تعمليه في الخلاط عادي خالص، وده كمان ممكن تعمليه في الخلاط، يعني مش لازم المضرب. هنضرب كويس الكريم شانتيه مع الحليب والسكر لغاية ما يديني قوام تقيل. اذكري الله وانت بتتفرجي على الفيديو كده، وانزلي في التعليقات صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنزل بقى بالجيلي بعد ما برد تماما، لازم الجيلي يكون برد تماما عشان ما يسيحش الايس كريم الكريمة. وهقلب بقى اضربها واحط بقى نقطتين من اللون الاحمر، هتزودي برضو نقطة بنقطة كده لغاية ما توصلي للون اللي انت عايزاه اهو. هجيب بقى كده اسباتوليا واقلب الاسباتولا بتاعتي، وهقلب علشان اتأكد ان كله الكريمة اختلطت مع الجيلي. وهضرب ضربتين وكده يبقى كله تمام. عشان كده قلتلك ممكن تعمليه في شفشق الخلاطة عادي خالص، سواء النوع اللي بالجيلي او اللي بالفاكهة. بجد جميل يا جماعة. خلاص كده ضربته خلطته كويس جدا. شايفين القوام بتاعه؟ قوام كريمي تحفة اهو. هجيب بقى علبة تلاجة وهفضي فيها الايس كريم بتاعي اللي عملناه بالجيلي اهو زي ما انت شايفة كده. هتفضي الايس كريم كله في العلبة، وهنغطي العلبة نخبطها برضو خبطتين كده، وهنغطي العلبة وهندخلها في الفريزر برضو ليلة كاملة او على الاقل 6 ساعات. يعني لو عندك ضيوف جايين لك بالليل قومي بالصبح اعمليه وحطي في الفريزر. بعد ما طلعته من الفريزر هسيبه برضو 3 او 4 دقايق كده، وهجيب كوباية المية السخنة والمعلقة وابدأ اشيل الكور. شايفين كريمي وازاي وانعم كمان من بتاع الفاكهة. تحفة يا جماعة بجد، تحفة تحفة تحفة. هيعجبكم جدا وهيعجب اولادكم جدا جدا. ممكن بقى تجيبي انت اكياس الجيلي بكذا طعم وتعملي كذا نوع وتقدمي بقى في البولات كده، كل نوع تقدمي منه بولة. بجد يا جماعة خطير خطير خطير، كريمي جدا جدا جدا. شايفين الجمال؟ الله 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 الله. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة والطعامة دي كلها يا جماعة؟ بجد خطير. ما تنسوش، مستنية رأيكم في التعليقات وتقولوا لي بتشوفوني من اي بلد وهل فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا. ولو عايزين وصفة معينة انفذها لكم قولوا لي في التعليقات وانا من عينيا اعملها لكم. ايه رأيكم بقى في فيديو النهاردة؟ مستنية رأيكم. وتعالوا بقى نشوف هنقدم الايس كريم بتاعنا اهو. ممكن بقى عندك صوص فراولة تحطي على وشه كده صوص فراولة، عندك صوص شوكولاتة، اي صوص متاح عندك، شوية مكسرات، شوية سبرينكلز، اي حاجة، شوية فورماسيل، اي حاجة متاحة عندك او من غير حاجة خالص يا جماعة بجد طعمه خطير اهو زي ما انت شايفة كده. يلا بقى نشوف القوام الكريم الحلو. شايفين انعم كتير واحلى من بتاع الفاكهة بجد، هيعجبك جدا. اعملي ده واعملي ده وقولي لي رأيك في التعليقات. مع السلامة.